بالسرطان ماتت بنتي ومات ابني سبب هاي الحكومة. انهزمنا حتى نوفر لهم عيشة أحسن. أبوهم مريض بسكر ما قدر يكمل هنا، قلنا نطلعهم نأمن لهم مستقبلهم. حادثة لطالما هزت ضمير العالم. عائلة بغدادية اضطرتهم أسبابهم للهجرة نحو المجهول، فكانوا يظنون أن تركيا ممرا آمنا للوصول إلى دول أوروبا. أب وأم وثلاثة أطفال قرروا العروج نحو الخلاص المزعوم، فأصبحوا فريسة لتجار الموت ومافيات التهريب. فكان قدرهم أن تركوا وسط البحر هائمين في مركب متهرئ يصارعون الموت البطيء بعد أن تعطل المركب وتلاقفته الأمواج. دخل لنا المي من جوا، قام يسوق، راد يسوق سريع سريع. زوجي قال له على كيفك على كيفك لا تستعجل على كيفك. ما فاد بي، بدنا نشوف الروجة دا تجينا. دخل بالروجة، هو داس بسرعة، دخل بالروجة شفتهم، نزل البلم من الأمام، شفتهم كلهم طفروا قدامي. انقلب البلم فوق راسي وراس أولادي السنين. بلم فوق راسهم ما دا يخليهم يطلعون، بقى مغطيهم المي. أنا ظليت أتقلب بالمي لأن أنا بدون نجاة جت في إيد بنتي، جت إيدها بإيدي وأنا أتقلب. كنت خليها بنتي لابسة نجادة راح تصعد اللي فوق وتنجو. بعدين جت رجلها بإيدي وأنا أتقلب. خلص النفس اللي عندي، طبعا هو يشرب مي ويرجع أسد حلقي. جابوها بنتي صارت زرقاء. جابوها ابني وليت محتارة بين اثنينهم. فوق المصيبة مالتنا، فوق المصيبة نركض. زوجي يركض يريد بس يحصلهم يجيبهم لهنا حتى يدفنهم. زينب وحيدر هما الغريقان مع ذلك الطفل السوري، التي أكدت أمهما أن والد الطفل السوري هو المهرب وليس الضحية كما روجت وسائل الإعلام. طفلان لم يبلغ الحلم كانا كرماء للبحر، فقدموا للأسماك أجسادهم الناعمة حتى ابتلع البحر براءتهم في ديار الغربة. كلمات أم زينب أبلغ من التعبير. اجانا ساعة 10 أو 10:30 بالليل، قال يلا جهزنا الشغل. قلت له يخت، قال لي أأمن من اليخت. هذا 14 دقيقة وتوصلون. وهالقد ما أمين القبطان اللي راح يسوق جايب أولاده 2 وزوجته اللي هو أبو غالب، اللي الإعلام وصل أبو الطفل إيلان اللي الإعلام نشر صورهم وأخذ أولاده ودفنهم رأسا. أبو غالب يقول العائلة العراقية انهزمت. شلون انهزمنا؟ وين انهزمنا؟ بالتقرير مالته يقول اللي كان يسوق تركي وانهزم وذب نفسه بالمي. ماكو هيجي شيء، أبو غالب هو كان يسوق. عائلة الغرقى تكلموا عن فاجعة الحادثة بكلمات وصفت حالة آلاف العوائل التي تركت البلاد واتخذت من طريق الهجرة حلا للخلاص من مشاكلهم المختلفة. كلمات اختصرت الكثير من المعطيات. اكو مثل يقول ايش جابرك على المر غير الامر منه. انا ما اقول بس هذا يخلي يوصل انه هذا يمكن يغنيني عن حديث طويل، حديث مؤلم وشجن ما اتصور عراقي ما متكلم بيه وما حاكي بيه وما مار بيه وما معاني من عنده. وتبقى هذه الأحداث قدرا بات ملازما للعراقيين منذ القدم. مظلومية قبعت على البلاد وتربعت على عرش الآمنين الذين لم يجدوا سوى رفع استغاثاتهم إلى من في السماء بعد أن عجز عن إنصافهم جميع من في الأرض. لقناة الفرات، الحارث محمد.